كتير من الناس أول ما تنزل الجيم بتكون متحمسة بشكل مجنون، بس بعد فترة قليلة جدا بتسيب الجيم ومش بتكمل. فأنا جاي في الفيديو ده أقولك على الأسباب اللي بتخلي الناس دي تكره الجيم بشكل مجنون برضه. فاتفرج على الفيديو ده للآخر لو أنت لسه بادئ تتمرن أو بتتمرن بقالك فترة أو لسه بادئ تمرين، لأن الموضوع ده هينفعك جدا وهيساعدك إنك ما تعملش الحاجات دي علشان توصل لجسم أحلامك وتكمل. لأن من وجهة نظري أهم حاجة للناس اللي بتروح الجيم إن هي تستمر. أهم حاجة في التمرين كله الاستمرار، ولا تغذية ولا نوم ولا أي حاجة. ممكن كل ده يكون متوفر معاك بس أنت مش عارف تستمر، فأهم حاجة الاستمرار. بس قبل ما نخش في موضوع الفيديو، انا اسمي خالد ناصر، القناه دي معموله للناس اللي عندها سكر والرياضيه عامه سني. فاعمل اشتراك في القناه لو انت مهتم بالرياضه او عندك سكر او انت حابب انك تحسن من حياتك مش اكتر. اعمل لايك، اعمل اشتراك، اكتب لي سؤالك في الكومنتات لو حابب اعمل لك فيديو معين، وابعت لي على الانستجرام لو حابب تتدرب اونلاين لان انا فتحت التدريب الاونلاين. فاتمنى ما اكونش طولت عليكم، ويلا نبدا على اول حاجه في الفيديو واللي هي التوقعات اللي مش طبيعيه. مفكرين ان هم في اول اسبوع جسمهم هيتغير، ولا في اول شهر جسمهم هيتغير، وان الميزان هيتغير، وان الدهون اللي في بطنهم مثلا هتنزل، وان لو عندهم اي حته عايزين ينزلوها ما نزلت. فاكيد انت فهمت ان الكلام ده ان انت لازم تلعب الجيم الطويل. الموضوع ما بيجيش من يوم وليله، وما فيش حد هينفع يعمل جسم في اقل من سنه. ممكن يعمل تطور في اول يعني اول شهر شهرين ثلاثه، تطور شكله هيبقى كويس، لكن التطور الحقيقي اللي هيبان عليه فعلا ان هو بيتمرن في اول سنة تمرين على الاقل. انا وعملاء كتير جدا اتعاملت معاهم في بداية ما اتمرنوا وكانوا مفكرين ان هم يتطوروا بشكل مجنون، وان هم كمان لما يشتركوا مع مدرب اونلاين هيتطوروا بسرعة جدا. ده هيساعدك لان انت بتوفر على نفسك وقت كبير جدا، بس مش بالطريقة اللي في دماغك. الجسم محتاج وقت علشان يتطور. وانا عن نفسي كنت فاكر ان جسمي هيتحول في اول 3 شهور، بس انا دلوقتي بتمرن بقالي فترة كبيرة علشان اوصل للمستوى اللي قدامك على الشاشة ده. والمستوى ده وصلت له بعد حوالي سنة ونص تمرين كمصاب بالسكر. فاللي مصاب بالسكر عامة ممكن تطوره يبقى أبطأ، وأنا وصلت للشكل ده لأن الحمد لله جيناتي كويسة نوعا ما. فلو أنت جيناتك مش كويسة جدا فأكيد هتحتاج وقت أطول. بس من الآخر لو جيناتك كويسة مش كويسة هتوصل في الحالتين لشكل جسم كويس. بس ما علينا من النقطة دي، هنبقى نتكلم عن موضوع الجينات ده فيديو تاني. بس عامة انت محتاج وقت علشان تشوف تطور حقيقي مرضي بالنسبة لك. تاني حاجة التكرار والملل. في ناس بتكره ان هي تروح الجيم تلعب نفس التمارين، تشوف نفس الناس، تنزل نفس الجيم. فالحل في الموضوع ده بكل بساطة اعمل زي كل فترة انزل تمرينة. بس الكلام ده بعمله انا كل فترة بنزل اتمرن في جيم بعيد عن بيتنا شوية. بس الافضل ان يكون عندك جيم، ده اكتر جيم بتتمرن فيه. وحاول كل فترة لو انت مش بتخش بطولات حاول تنوع اشكال التمرين، تنوع التكرارات علشان ما تزهقش. ما تخليش التمرين يكون شغل انت بتكرهه، لا خليه شغل انت بتستمتع بيه. مش لازم تلعب تمارين معينة ولا لازم تعمل حاجة معينة. انت ما انتش داخل تعمل واجب، انت داخل تنبسط علشان نفسيتك. الموضوع ده عايز فيديو تاني لوحده. انت يا باشا اساسا نازل تتمرن في الاساس علشان نفسيتك. لان انت لو فضلت باصص لشكل جسمك انت هتوصل لمرحلة لا اما جسمك مش هيتطور فيها، لا اما يتطور بس بطيء، لا اما توصل لجسم انت راضي عنه وهتقول انا هقعد في البيت والعب ضغط واحافظ على اكلي عشان احافظ على جسمي. فالاحسن ان انت تبص للجيم ده ان الموضوع النفسي اكتر، وان انت بترتاح وبتحس فعلا ان انت مرتاح نفسيا لما بتتمرن. تالت حاجة التمرين مربوط بالعقاب، وان انت بتعاقب نفسك علشان مثلا اكلت شوكولاتة ولا حاجة فتقول انا هنزل اتمرن وهجري ماراثون ومش عارف ايه. ما تعملش كده خالص، ده بيخليك تكره التمرين بعد فترة قصيرة جدا، وبتكره اليوم اللي صاحبك فيه او انت فكرت فيه تنزل تتمرن. غير تفكيرك في الموضوع ده وخلي التمرين ان دي حاجة انت بتحبها وبتعملها برضاك مش غصب عنك. واحنا كده نكون خلصنا. حاول تركز للثلاث حاجات دول لو عايز تشوف نتيجة حقيقية في الجيم، لان اهم حاجة في الجيم زي ما قلت لك الاستمرار. والدليل على كده شوف الناس اللي بتتمرن في الجيم، او شوف مثلا واحد صاحبك بيتمرن بقاله كتير مش هتلاقيه فاهم في التغذية ولا فاهم في التمرين ولا فاهم في الراحة، وتلاقيه بينام الصبح بس عامل فورمة جبارة. ده بسبب ايه؟ ده بسبب ان هو مستمر.
فالاستمرار أهم من أي حاجة، ده من وجهة نظري حتى لو العلم بيقول عكس كده. وبس كده، والتلات نقط دول هيفيدوك جدًا إنك تكمّل في الجيم. ولو عندك أي سؤال أو أي فيديو عايزني أعمله لك اكتبه لي في الكومنتات. ولو أنت مصاب بالسكر أو إنسان حابب توصل لشكل جسم كويس ابعت لي رسالة وإن شاء الله هاساعدك في الموضوع ده. وبس كده، وأشوفك في الفيديو الجاي، وسلام.